السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين الكحك بقى تحفة جدا وبيدوب في البق وسهل وبسيط. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة بقى العيد قرب يعني ان شاء الله. ربنا يجعلها ايام سعيدة ان شاء الله على الكل. تعالوا اقول لكم بقى على المقادير بتاعته. ده مقدار كيلو دقيق ونص كيلو سمنة، وحطيت عليها معلقتين من السمنة البلدي، او ما عندكيش ممكن تجيبي ريحة سمنة بلدي من العطار. معلقتين من النشا، معلقتين من لبن بودرة، 3 معالق صغيرين من السكر العادي، 4 معالق من السمسم، ودي نص كوباية من مية دافية، نص معلقة صغيرة من الخميرة، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هحط السكر مع الخميرة، هبتدي اقلبهم كده كويس واحطهم على جنب لحد ما اختبر الخميرة. لو متأكدة منها حطيها مع الدقيق. وكمان لو ما عندكيش سكر بودرة، احنا بنحط 3 معالق من السكر بودرة كبار. لو ما عندكيش مش متوفر، هنحط 3 معالق من السكر العادي مع الخميرة في المية الدافية، او معلقتين من النشا. النشا بيحسلك الدقيق، لو عندك الدقيق مثلا مش كويس او كده، الدقيق نوعه مش حلو يعني. قلبت المكونات الجافة مع بعض، وهبتدي احط ذرة ملح، اقلب كده كويس واتاكد ان انا قلبت المكونات الجافة مع بعض. هجيب طاسة بقى، هاخد منها 5 معالق كبار من السمنة. دي 550 جرام من السمنة البلدي، السمنة العادي قصدي. لازم تتأكدي ان السمنة تكون كويسة جدا عشان تطلعلك معاكي الكحك حلو. يعني نص كيلو و5 معالق كبار من السمنة. بعد ما قدحت السمنة هبتدي انزل بالسمسم. السمسم نزلت بيه بعد ما قدحت السمنة، عشان لو نوعه مش حلو او مركون ليه فترة عند العطار يطلع منه الرطوبة كلها. تبتدي انزل تسمي بسم الله وتبتدي تنزلي، عشان الخطوة دي برضو صعبة شوية لان السمنة بتكون سخنة جدا. والباقي انا هحطه على البارد. يعني قسمت السمنة على الساخن وعلى البارد. ميزة اللي على الساخن بيطول لك عمر الكحكاية، مش بيخليها بيخلي السمنة تتنطر منها او كده. والبارد يعني الساخن والبارد كمان مش بتخليها بتعمل حموضة او بتكون تقيلة كده في المعدة. بصوا على سخونية الطاسة، بس انا مش هحطها على النار. انا سخنت بس 5 معالق كبار من السمنة، قلبتهم كويس كده، وبعد كده هبتدي احطهم على السمنة. زي ما قلت لكم، الخطوة الاولى بتاعت السمنة المقدوحة تسمي فيها بسم الله، عشان الخطوة دي صعبة جدا، والسمنة والعياذ بالله لو لسعت الواحد او كده. فتخلي بالك تحطيها وتقلبي بقى بالسباتيولا. قلبي بالراحة خالص عشان لسعة السمنة، واحنا عاوزين نغلف كل دي مع السمنة مع بعض. ببتدي اقلب بالسباتيولا في الاول ولحد ما تهدى السمنة كده، وبعد كده هبتدي ابسها بايدي. خطوة البس دي مهمة جدا في الكحكاية. بتأكد كده. طبعا مش هتعرفي توصلي بالسباتيولا لكل الدقيق من تحت، فهبتدي اوصله انا بايدي. النشا مش بينشف الدقيق خالص، مش بينشف الكحكاية. الكحكاية ما شاء الله طلعت ناعمة جدا لحد تاني يوم، ناعمة مفيهاش اي مشكلة. ودي بتحسن، يعني زي ما بتحطي لها على الكيكة، هي مش بتنشف الكيكة اصلا، دي بتحسن بس النوع الدقيق اللي عندك.
عشان لو مش متوفر زي ما قلت لك عندي دي لا بسكوت ولا دي كحك ولا كده، دي النواعم يعني، فدي بتحسن نوع الدقيق. كانت السمنة هديت شوية وهبتدي ابسها بايدي زي ما قلت لكم. خطوة البس دي مهمة جدا. هبتدي ابس بقى الكحك ما بيتعجنش، هبتدي بس بايدي وهطلع بقى كل الدقيق اللي من تحت اهو، ببس بايدي. وبعد لما احط برضو المية والخميرة مش هنعجن، العجن بيخلي الكحكاية تنشف معاكي، وعشان في ناس كتير بتشتكي ان هو بينشف معاها بسبب العجن، بسبب ان هي بتزود له مية اهو من تحت لفوق. تأكد بس ان الدقيق كله اتغلف مع السمنة. الخطوة دي بتاخد يعني في حدود 10 دقايق تبس فيها كده كويس. انا سرعت الحتة دي في الفيديو عشان ما اطولش عليكم الفيديو يعني، بس اهم حاجة تبسيه كويس قبل ما نحط المية. دي المية الدافية زي ما انتوا شفتوا في الاول. هبتدي الم من تحت لفوق، انا مش هعجن، حركات دائرية من تحت لفوق كده، اهم حاجة ما تعجنيش. العجن ده هو اللي بيخلي الكحكاية تنشف معاكي. هبتدي نلم من تحت لفوق لحد ما المية كلها تتلم مع العجينة، مع الدقيق ومع السمنة. ان شاء الله هتلاقيها دايبة من قبل ما يعني تدخلي الفرن. ان شاء الله العجينة كانت حلوة خالص. والكحكة برضو ما بيخمرش خالص. ده بنختبرها، لو لقيناها فيها تشققات هحط معلقة كبيرة من المية. هي كانت محتاجة معلقة كبيرة من المية الدافية، متحطيش مية ساقعة خالص، هنحط مية دافية. هي لقيت فيها برضو تشقق، هحط فيها معلقة من المية الدافية، بزودي معلقة. لو برضو لميتيها ولقيتي فيها تشقق تاني هتزودي معلقة بمعلقة. ما تحطيش المية مرة واحدة عشان ده هينشف معاكي العجينة، ممكن يعني هينشف معاكي الكحكاية خالص. بنلم من تحت لفوق بس كده. انا اتأكدت ان انا لميتها كويس واختبرتها ولقيتها مش بتشقق خلاص. وهتختبريها كل شوية يعني، بعد ما تحطي تزودي معلقة. ده في حالة ان لو لقيتيها متشققة زودي معلقة مية دافية. كده هي مش متشققة، فهبتدي بقى اجيب استرتش او كيس تغطي بيه العجينة عشان ما تنشفش معاكي. احنا بنريحها بس 10 دقايق لحد ما نجهز السيجار ونولع الفرن. وطبعا لازم نختبر 2 عشان نشوف الرسمة بتاعتهم راحت ولا لا، بس هي المقدار ده هيطلع معاكي الكمية مظبوطة ان شاء الله. زي ما قلت لكم بنسيبها ترتاح بس 10 دقايق. احنا مش بنخمرها، الكحك ما بيخمرش. بوزنها، لو عندك ميزان اوزني الكحكاية زي بتاعت الجاهز بالظبط، بتكون 30 جرام. تزودي شوية بشوية لحد ما، لو ما عندكيش ميزان ممكن تعمليها قد الليمونة متوسطة. بصوا 30 جرام. فابتدي بقى اعملها بالمنقاش بطباعات. عندك طباعة ستانلس بلاستيك المتوفر عندك، عايزة تعملي كله بالمنقاش حلو جدا على فكرة. وتشكلي بقى النقشة براحتك. انا هحط 2 بس اختبرهم في الفرن
بتأكد ان العجينة هتطلع مظبوطة جدا. هبتدي اعمل التانية برضو بالمنقاش، وبعد كده هعمل بقى الكمية بقى زي ما انا بحب المنقاش بالطباعات دي. هدخلهم الفرن دي الكحكاية سادية تدخل الفرن على درجة حرارة 160 على الرف الوسطاني. اما لو حابة تديها لون، انا في كام صاج كده شغلت عليهم من الشواية حاجة بسيطة. لازم يستوي، فعشان قلبها بيكون عجين لازم على درجة حرارة 160 على الرف الوسطاني والنار هادية، وتكوني مسخنة الفرن قبل كده. اما لو حشيتيها عجوة او ملبن تكون على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني برضو، ودي بتستوي اسرع من السادة، لان قلبها بيكون حشو مش بيكون عجين زي السادة. بعد ما اختبرت العجينة بقى وطلعت وهي مظبوطة، واول ما هو ما بياخدش لون زي ما قلت لك، لو مش بتحبيه لون، مش بتحبيه ياخد لون يعني، اول ما يستوي من تحت وتلاقيه استوى من تحت اخد لون، فخلاص بتطفي عليه، بتطلعيه من الفرن. بس اهم حاجة يكون على نار هادية وعلى درجة حرارة 160، ده السادة. اما الحشو العجوة، عاوزة تعملي بحشو عجوة او حشو ملبن، بتحطي عليهم معلقة سمنة بلدي وتعجنيهم كويس وتكوري كور صغيرة خالص. دي في حالة لو بتحبيها بعجوة او ملبن بتحبيه محشي يعني. هوريكم بعد كده. هبتدي انا اعمل الباقي لوحدي، وجيبي اولادكم بقى وقعدوا، بتبقى فرحة للاولاد كمان. كل واحد يمسك مقاش ولا يمسك طباعات ويبتدي يعمل في الكحك، بتبقى فرحة حلوة يعني. واهم حاجة تكوني مغطية العجين انتي وبتعملي عشان ما ينشفش معاكي. بعد ما عملت الكمية كلها، ان شاء الله كيلو دي بيطلع معاكي كمية حلوة. كلهم هحطهم على الرف الوسطاني درجة حرارة 160 زي ما قلت لكم. لو حابة تاخدوا اللون ممكن تشغلي الشواية. بصي عملت شوية واخدوا لون وشوية على كده. وهبقى محطوط له سكر بودرة. دي مش الكمية كلها ما شاء الله، انا هوريكم الكمية. لازم تحطيه في علبة محكمة. بعد ما تحطي السكر بيحافظ كمان على قوامه، مش بيخليه يدوب. يا رب يكون في عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.